شهدت عدة بلديات بولاية بومرداس منذ صبيحة اليوم الأربعاء أمطار رعدية جد غزيرة، وتسببت في ارتفاع منسوب المياه وغلق عدة طرقات ومحاور. وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن ارتفاع منسوب المياه تسبب في توقف حركة المرور عبر كافة الطرقات، المداخل ومخارج ولاية بومرداس، حيث أن حركة السير متوقفة في الطريق الرابط بين بودواو اتجاه تيزي وزو، بالإضافة كذلك إلى أن الطريق مغلق على مستوى الواجهة البحرية لبومرداس. كما أن الطريق الوطني رقم 5 على مستوى تيجلابين اتجاه الجزائر عند محول قرصو مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه، وكذا الطريق الوطني رقم 5 مغلق على مستوى بودواو اتجاه مدينة تيزي وزو بسبب ارتفاع منسوب المياه. كما تسببت الفيضانات بمحطة قرصو في توقف حركة السير كما تسببت الفيضانات بمحطة قرصو في توقف حركة سير القطارات بسبب ارتفاع منسوب المياه على مستوى السكة. وعرفت حركة سير القطارات تذبذبا شرق العاصمة بسبب امتلاء السكك الحديدية بالماء. كما أن القطارات المتوجهة من الجزائر نحو الثنية توقفت في محطة الرغاية، والانطلاق نحو الجزائر يكون من الرغاية وليست نية. ومن جهتها كشفت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس أنه سجلت عدة تدخلات بسبب تجمع المياه عبر مناطق مختلفة، أهمها بلدية بودواو وقرصو وبومرداس، وتم تسخير جميع المعدات المادية والبشرية لهذه العملية دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.